البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب لابن عذير المراكشي، الجزء الأول، تحقيق ليفي بروفنسال. يا معلم وينك يا معلم؟ ملا عقبة بن نافع يا صاحبي، جي امشي 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 امشي. ما صارتش الفرصة لمعاوية بن حديج باش يرجع الإفريقية ويكمل الفتح، خاطر الخليفة معاوية بن أبي سفيان قرر يعزله من قيادة الجيش في عام 48 للهجرة 668 ميلادي، وعين بلاصته القائد المجاهد عقبة بن نافع الفهري في عام 50 للهجرة. معاوية بن حديج بعد حملته على إفريقية رجع للفسطاط اللي هي مصر، مش خاطره حس اللي مهمته كملت، اما خاطر كان والي على مصر وما يقدرش يبعد برشا على مركز الحكم، يغزو ويرجع. وركزوا لي معاه، يغزو ويرجع، وهذه انك تفتح ثم ترجع ما تجيبش نتيجة وما توصلش لاستقرار حقيقي. المؤرخ حسين مؤنس في كتابه معالم تاريخ المغرب والأندلس قال إنه الخلافة الأموية فاقت بقيمة إفريقية، وشافت اللي لازمها تكمل فتحها خاطر الأرض ولات مفتوحة قدام المسلمين وما عادش فيها عوائق كبيرة، وزيد برشا من البربر أسلموا وبرشا من العرب قعدوا في إفريقية يعلموهم الإسلام. المؤرخين كما الذهبي وابن حجر وزيد سعد زغلول عبد الحميد في كتاب تاريخ المغرب العربي يحكي إنه المؤرخين متفقين اللي مع بداية حكم عقبة بن نافع بدأت مرحلة جديدة من الجهاد الإسلامي في بلاد المغرب، وإنه اختياره ما كانش بالصدفة بل خاطر مقتنعين اللي هو القائد المناسب للمرحلة. مرحلة ما عادش تخرج فيها سرايا صغيرة، لا، ولات فتوحات كبيرة وحالة استقرار. صراحة في دراستك لشخصية عقبة بن نافع شخصية مختلفة الجملة، قائد عسكري محنك صعيب وصاحب عبادة وزهد وما يلوجش على الدنيا، وباين وواضح انه غايته نشر الاسلام، وطول اقامته في افريقيا وحروبه المتواصله في افريقيا خليته يعرف البلاد مليح ويفهم عادات واخلاق السكان متاعها. عقبه بن نافع فهم انه فتح افريقيا وباقي بلاد المغرب ما يصير كان بحاجتين، الاولى لازم المسلمين يبنيوا مركز عسكري ودائم منهم يعسكروا فيه، ومنها يحطوا عائلاتهم وينطلقوا منه للغزو بلا ما يرجعوا في كل مرة لمصر. الأمر الثاني لازم يهاجموا البربر اللي في الجبال والصحاري مش اللي في السواحل فقط. يذكر ابن عذير المراكشي في البيان المغرب قول عقبة بن نافع: إذا دخل عليهم أميرا أطاعوا وأظهر بعضهم الإسلام، فإذا عاد الأمير عنهم نكثوا وارتد من أسلم. هذه هي الخطة اللي حطها عقبة بن نافع، وفعلا نجح في الأولى وبنى مدينة القيروان. أما كي حب يكمل المرحلة الثانية من الخطة جاته أوامر من الخلافة باش يسلم القيادة أبو المهاجر دينار. في فتح عقبة الإفريقية اختار طريق داخلي وما مشاش على الطريق الساحلي، بعد ما أخضع مناطق الواحات في صحراء الجنوب طرابلس وكيما ودان وفزان وغدامس، توجه لبلاد الجريد في جنوب تونس، وفتح جميع واحات المنطقة حتى قفصة وقسطيلة اللي هي نفطة، ومن غادي مشى القمونية اللي هي قلب إفريقية البيزنطية، وكانت نفس البلاصة اللي تمركز فيها معاوية بن حديج قبل. في قمونية بدأ عقبة يختار المكان اللي باش يبني فيه مدينة المسلمين، واختاروا بعناية كبيرة، يكون بعيد على البحر مسيرة يوم وبعيد على الجبولات مسيرة يوم، باش يكون في مأمن من الهجمات المفاجئة سواء من البحر ولا من الجبولات، وحرص يكون فيه ماء ومرعى وأرض صالحة للفلاحة. برشا مؤرخين أجانب مدحوا اختيار عقبة بن نافع، ونقلا على كتاب فتح العرب للمغرب يقول المستشرق الفرنسي كودال: الاختيار كان موفق وبقيت المدينة قرون طويلة مركز للسلطة وما تخلاوش عليها الحكام، بعدين كان وقت اللي الظروف السياسية تغيرت، كان موقعها الحربي ذكي برشا، والقائد ينجم يشوف العدو من بعيد ويقدر يتحصن ويهاجم بكل سهولة. عقبة سمى المدينة القيروان، والكلمة معناها معسكر، والكلمة أصلها فارسي وهي تتنطق كروان. يقول عقبة: وأرى لكم يا معشر المسلمين
أن تتخذوا بها مدينة نجعل فيها عسكرا وتكون عزا للإسلام إلى آخر الدهر. وكي أعلن تأسيسها قال للمسلمين: هذه قيروانكم، يعني مدينتكم اللي باش تحطوا فيها عسكركم وتكون عزة للإسلام للأبد. عمرها بالبنايات والأسواق وجاوها الناس من كل جهة، ولات قاعدة دينية وسياسية كبيرة برشا في إفريقيا. دعا لها عقبة بدعاء مشهور جدا مذكور في كتاب طبقات علماء إفريقية لأبي العرب، يقول فيه: اللهم عمرها بالفقهاء والعابدين واجعلها عزا لدينك وذلا على من كفر بك، وأعز بها الإسلام واحفظها من جبابرة الأرض. عقبة اختار الموقع بعناية، قريب من المناطق اللي فيها المرعى للخيول والجمال، واللي كانت هي أهم وسيلة في الفتوحات. قرطاج في الوقت ذاك عاصمة للروم موجودة، لكن قوتهم السياسية والعسكرية انتهت. القيروان ولت مركز للحكم، ومن غادي تنطلق الحملات، والبلاد ولت رسميا ولاية إسلامية. مادام فيها جامع ودار إمارة، إذا جزء من الدولة الإسلامية، وما عادش ينجموا المسلمين ينسحبوا منها بسهولة كيف ما قبل. وإذا اضطروا يسيبوها لازمهم يرجعوها، لأنها ولات من ديار الإسلام، وهذا حكم الإسلام في كل قطعة أرض حكمها الإسلام يوما. مثلا أرض فلسطين أرض إسلامية، واسترجاعها فرض عين على جميع المسلمين، ولا يجوز بأي حال من الأحوال المساومة أو التفريط فيها. قعد عقبة بن نافع 5 سنين كاملة يبني في القيروان، ما عمل حتى شيء آخر، بخلاف بعض السرايا الصغيرة اللي كان يبعثها لاستكشاف المناطق القريبة وجمع أكثر معلومات على العدو. في كتاب تاريخ البحرية الإسلامية تساءل الدكتور عبد العزيز سالم كيفاش المسلمين وقتها طمانوا وبناوا المدينة هذه الكل وبكل هدوء، رغم أنه قرطاج عاصمة الروم ما تبعدش أكثر من 3 أيام على القيروان. ثم يضيف عبد العزيز سالم ويعطي الإجابة، قال لك: كانوا الروم وقتها مشغولين بالحروب في الشرق والضغط اللي عملوه المسلمين على القسطنطينية وبعض جزر البحر المتوسط، وزيد انقطعت عليهم الإمدادات من بيزنطة اللي كانت تجي طوال سنين. وهكا نفهم قديش الدور اللي لعبه عقبة بن نافع وكان كبير برشا في فتح إفريقيا وبناء الدولة الإسلامية. راني مانيش قاعد نحكي لكم في فيلم أكسيون ولا فيلم سيونس فيكسيون. اي احنا البارح في الأيام كنا هكا، كنا نبعثوا فارس مع جنود يطيح امبراطورية ويروح. بعد ما كمل القيروان جاء أمر من الخليفة بعزله في عام 55 للهجرة. المؤرخين اختلفوا في سبب العزل. مثلا ابن الأثير يذكر في كتاب الكامل في التاريخ أنه عقبة بن نافع كان شديد جدا مع البربر، والشدة هذه خلت الخليفة يعزله من ولايته على إفريقية ويعين في بلاصته أبو المهاجر دينار. يذكر المؤرخين أن أبو المهاجر دينار من أخطر الشخصيات السياسية في فن إدارة الدولة. السيد ذا وحده ركح بلاد من طرابلس لشمال الجزائر في أقل من 8 سنين. المرة جاك تجي جيب معك شكون ينشر الحلقة وزيد شوي حشمة. عقبة بن نافع جاب بنانا القيروان، على الأقل نعرفوا الناس بشكونوا عقبة بن نافع ونعرفوا أصحابنا ونبرتجيوا الحلقة، وزيد برشا شخصيات أخرين مازلنا باش نحكيوا عليهم. طلعت